بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأبناء، أنا سعيد أن أكون هذا اليوم بينكم لنلتقي على مكافحة الفساد. والحمد لله أن هناك إجماع في هذه البلد على مكافحة الفساد، وأكبر مكافح للفساد هو كتاب الله وسنة رسوله. لا تقبل فساد على أحد ولا تدع على أحد. ثم أقول لكم بكل صراحة أن هذه الدولة التي قامت على الكتاب والسنة، الأولى بقيادة محمد بن سعود، والثانية بقيادة تركي بن عبد الله، والثالثة بقيادة ولدنا عبد العزيز رحمه الله، وبعدها أبناء سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله وولي عودهم سلطان ونايف. قامت على أسس الكتاب والسنة. الدولة هذه قامت على العقيدة، وأكبر محارب للفساد هو تطبيق الشريعة الإسلامية. ثم أقول الآن يوجد بعض الدول الأخرى ملوك الدول أو رؤساها لهم حصانة عن الدعاية. هنا يستطيع أي مواطن يرفع قضية على الملك أو ولي عهد أو أي فرد من أفراد الأسرة. وأعطيكم مثال على هذا. الملك عبد العزيز صار بينه وبين قضية وقرب الشرع، راح ويا الشيخ سعد بن عتيق. سعد بن عتيق كان قاضي الرياض، هذا قديم. يوم دخلوت وقال شيء، قال جاي مسيري، وقال عندنا قضية، قال قعدوا في المجبب. المجبب تعرف ما دخل البيت. يوم خلص بينهم قاعد الحين يقطعوا على القهوة الديوانية. هنا أعطيك المثال عن تطبيق الشريعة. ومع هذا كله المكابيل صار الحق له وتنازل المدعي عليه. الآن يستطيع أي مواطن في بلدنا يرفع قضية ضد الملك أو ولي العهد أو أي فرد من أفراد الأسرة. الحمد لله دستورنا كتاب الله وسنة رسوله وما عليه الخلفاء الراشدين، والحمد لله نحن في أمن واستقرار. ويجينا الواحد من مواطنين يقول لي فلان بالاسم مثل ما قال والدنا، مو بالاسم اللقب يعني. ومع هذا كله جزاكم الله خير كرسميين وكأهالي كآخرين. ونقول رحم الله من أهدى إلي أيوب. إذا شفتوا شيء يضر بمواطن أو بأفراد أو بقبيلة أو ببلدة أو بأي كان، فهو بابنا مفتوحة، تلفوناتنا مفتوحة، إذن مفتوحة لكم، والله يحييكم، ومجالسنا مفتوحة لكم، والله يحييكم. وأقول وأكرر، نحن في هذه البلد نشأنا من أرض هذه البلاد الحمد لله، وتكونت دولتها بجهود أبنائها. وأنتم الحمد لله أنا أراكم من كل بلاد المملكة، من كل مدنها، متآلفين مجتمعين. جمعكم كتاب الله وسنة رسوله لإقامة هذه الدولة عليه. وأقول لكم أكثر من كذا وأكرر في كل مكان، فخر هذه البلاد وعزة ومسؤوليتها أن قبلة المسلمين ومهبط الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم في هذه البلاد من أبناء هذه البلاد بلغة عربية على نبي عربي. إذا مسؤوليته يا أخوان أكبر مسؤولية في الدنيا كلها. ونرجو من الله عز وجل يوفقني ويوفقكم جميعا لما في خير لسائر المسلمين ولما في خير الشعب. الحمد لله. ونقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نحن في أمن واستقرار. يروح الإنسان من أقصى البلد إلى أقصاها، من الخليج إلى البحر الأحمر، أو من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، هو ونسائه أو أطفاله بدون ما يكون مع مرفق على ما قال في السابق. في نعمة من الله ويجب أن نحافظ عليها. وأنتم أقول لكم وأكرر رحم الله من أهدى إلي عيوبي. إذا شفتوا شيء فيهمني حق المواطن أهم من حق نفسي. وشكرا لكم.